اهلا بيكم في قناة اصل الطبخة مع ايناس. يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة، وهي هتكون البطاطا. هنعمل تورتة البطاطا بطريقة بسيطة وسهلة. هنعملها بالكريم كراميل، وان شاء الله تعجب ولادنا. بدل ما احنا بناكلها مشوية او مسلوقة، لا احنا النهاردة هنعملها على شكل تورتة. بس لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك فيديوهاتي. ويلا بينا نشوفوا هنعملها ازاي. معانا مقدار من البطاطا، مثلا كيلو. هناخده ونغسله حلو قوي. وبعد كده هجيب صينية على النار وهسخنها حلو قوي. تمام. وبعد كده هحط لها السكر عشان انا عايزة اكرمل السكر ده. لما السكر يبتدي يتكرمل كده معايا، هحط بعد كده البطاطا معايا. انا قصدت ان انا اوريلك ان الصينية كانت سخنة، علشان انا عايزة لما احط البطاطا على السكر كله يتكرمل مع بعضه وتبقى طعمها جميل. الخطوة ديت بتكون احسن، على الاقل كمان هتوفر معاكي فرن وتبقى سهلة عليكي، لان هنا هتستوي معانا بسرعة اسرع من الفرن. وانتي حطاها كده في الصينية على البوتاجاز من فوق، وبتديها يعني كرملة حلوة جدا البطاطا. يعني حتى لو انتي مش عايزة تعمليها تورتة بطاطا بالكريم كراميل زي ما انا عاملاها، تقدري تعملي البطاطا بالطريقة دي بالسكر الكراميل، وهتعجب برضو ولادك جدا. تمام. دلوقتي انا بعد ما لقيت الوش بتاعها ابتدى ان هو يتكرمل معايا كده، وابتدى ان هو يستوي، لان هي مش هتغيب معاكي زي ما قلتلك. ببتدي ان انا اقلبها الناحية التانية واسيبها تكمل سواها. دلوقتي البطاطا خلاص كده استوت معايا، وبقت منزلة العسل بتاعها. بصي شكلها عامل ازاي، زبدة يعني زي ما بيقولوا. هستنى عليها بقى تهدى شوية من السخونية، واكون محضرة الخلاط عشان اخد كمية البطاطا بتاعتي دي، احطها في الخلاط واضربها بقى كويس قوي. دلوقتي في عنقود كده في البطاطا معايا، انا بشيله عشان ما يتضربش معاها. واكون محضرة اللبن ده انا مسخناه يعني مغلي، علشان انا مش عايزة كنت ارجع تاني على النار بالبطاطا. اما انتي لو اللبن عندك بارد يبقى هتضطري تعملي الخطوات بتاعتك دي وترجعي بقى على النار عليها. انا هنا قلتلك ان اللبن كان مغلي ويسخن معايا. اخدته وحطيته في الخلاط، واخدت الباكت بتاع الكريم كراميل حطيته فيها وضربتهم حلو قوي. طبعا انا مش هحط سكر عشان البطاطا مسكرة، وكمان انا حطيت لها السكر المكرمل، فهي كده بقت مش محتاجة معايا سكر. كده البطاطا اتضربت حلوة قوي مع الكريم كراميل. اخدت باكو السكر المكرمل بتاع الكريم كراميل اللي حطيته في الصينية، ودلوقتي صبيت كل المقدار بتاع تورتة البطاطا بتاعتنا وهحطها في التلاجة علشان تجمد. بعد ما طلعت معايا بقت بالمنظر ده. انا دلوقتي ببتدي ان انا افك الحروف من الصينية وهفكها واوريها لك. طلعت معايا بالشكل ده. اخدت الباكيت التاني بتاع الكراميل وحطيته على الوش كده، واعمل لها شكل تعريج زي ما انتي شايفة. اي منظر بقى انتي حبيت ان انتي تقدري تجملي بيه تورتة البطاطا بتاعتك. انا هاخد السكينة وهمشي بيها كده تعريج عشان تدي منظر حلو للبطاطا بتاعتنا، وتعمل لها شكل جميل للتورتة وتعجب ولادنا كمان. بعد كده ببتدي ان انا اقطعها مربعات واقدمها لك بقى في الطبق، وده بيكون الشكل النهائي بتاع تورتة البطاطا. وبتمنى ان الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك فيديوهاتي، وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.